السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل الطاجن اللي بنجيبه من محلات الكشري، وبيبقى طعمه حلو جدا. بس انتي تقدري تعمليه بأسهل طريقة وما بياخدش ربع ساعة منك، وبيبقى طعمه في منتهى الجمال. تعالوا ندخل على الطريقة ونسمي الله ونشوف مكوناتنا تبقى عاملة ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل الطاجن اللي بنجيبه من محلات الكشري، وبيبقى طعمه حلو جدا. بس انتي تقدري تعمليه بأسهل طريقة وما بياخدش ربع ساعة منك، وبيبقى طعمه في منتهى الجمال. تعالوا ندخل على الطريقة ونسمي الله ونشوف مكوناتنا تبقى عاملة ازاي. مكوناتنا سهلة وبسيطة يا بنات. معانا التوابل بتاعتنا اهي: فلفل اسود وكمون وقرفة وملح وبابريكا وورق لورا وعصير طماطم. مش عندك مخزناه في الفريزر تقدري تعصري طماطم في الخلاط. وعندي بصلاية ضرباها في الكبة. وعندي ربع لحمة مفرومة، حابة تزودي الكمية براحتك. وعندي الطواجن، وعندي طبعا كيس مكرونة قلم. اول حاجة هعمل اللحمه، وبعد كده هقول لكم على الخطوه. اسهل اكله تقدري تعمليها في ربع ساعه. هنا يا بنات نزلت بالبصل يدبل شويه، وهنزل عليه بفص الثوم، وبعد كده هنزل باللحمه والتوابل وتستوي كويس. وهقولك على الخطوه بعد كده هنعمل ايه. بس لازم تكوني مشغله الفرن عشان يبقى الفرن بتاعك سخن. واول ما تجهزي الطواجن تدخليها على الرف اللي في النص، هيطلع معاكي احلى واطعم طاجن عملتيه في بيتك نضيف. ممكن بدل اللحمه تستخدمي قطع فراخ صغيره، ممكن كبد وقوانص، ممكن سجق. اللي متاح عندك تقدري تعملي بيه احلى طاجن مضمون في بيتك. هعمل البصلايه دي واحط اللحمه فيها، ونشوف الخطوه اللي جايه هنعمل ايه. اهي يا بنات نزلت باللحمه. طبعا مش هحاول اقلب فيها كتير عشان ما تنزلش ميتها. هسيبها لحد ما تاخد اللون 10 دقايق وهقلبها، وهنعمل احلى طاجن. بس هوطي عليها النار شويه عشان البصل ما يتحرقش، ونشوف هنعمل ايه. بس لازم ميه مغليه من الكتل تحضريها وانتي بتعملي الكلام ده كله. اهو يا بنات خلصت اللحمه المفرومه وصلصه الطماطم معايا، ومعايا الطواجن. لازم عشان ما تلزقش منك تعمليها كلها زيت من الحروف. بصي تغذيها زيت كده كلها، انا عاملاها بس بوريكي لازم تبقى عامله ازاي. ومعايا طبعا فويل. هنعمل ايه؟ اول حاجه اول خطوه بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط لحمه اهو. بصي ربع لحمه يعمل لك 4 طواجن حلوين جدا اهو. ونحط المكرونه نيه نيه. هتستوي وتبقى معاكي في منتهى الجمال اهو. بس الخطوه بتاعت التسويه مهمه جدا اهو. هما ما بيسلقوش على فكره المكرونه في المحلات، هما بيحطوها نيه اهو. بصي ده اول طاجن معانا. نعمل الطاجن التاني. مش شرط تعمليها بلحمه مفرومه، اعمليها باي حاجه. اي حاجه عندك تقدري تعمليها. بالفراخ برضو جربتها قبل كده طلعت في منتهى الجمال. عايزه تضيفي للحمه دي بقى فلفل وطماطم وحاجات وكده ضيفي، بس انا ما ضفتش عشان اولادي ما بيحبوش الحاجه حراقه، ما بيحبوش ياكلوا الطماطم باينه كده في الاكل. فانا قلت النهارده اعمل لهم الاكله دي. بيحبوا ياكلوها مع مثلا بطاطس، مع طبق سلطه سهله وما بتاخدش وقت
اهو تحطي كل الكميه كده. هشغل بقى الكتل وارص المكرونه في كل الطواجن واقول لك قبل ما ندخلها الفرن هنعمل ايه. بصوا يا بنات، انا ضفت هنا عصير الطماطم، معلقتين في كل طاجن، وغليت ميه في الكتل. بصي الخطوه دي مهمه جدا عشان تنجح معاكي، لازم تعملي الخطوه دي. ميه من الكتل سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو مش هنغطي المكرونه بالميه عشان ما تعجنش منك. اهو بصي انا ملاحظه اهو بس يعني بصي المكرونه لازم تبقى باينه كده. اهو تاني بسم الله الرحمن الرحيم. اهو الطماطم دي ما تقلقيش هتنزل تحت وهتاخد اللون معاكي الحلو. اهو بصي ما اتملتش على الاخر، بتعملي كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس تقولك اسلق المكرونه، لا ما انصحكيش. جربت قبل كده بسلق المكرونه طلعت عباره عن عجين. هكمل بقيه الطاجن التاني واغطيهم، هوريهم لك مغطيهم ازاي قبل ما ادخلهم الفرن، وبعد كده بعد ما يستووا هوريكي اطعم واحلى طاجن تقدري تعمليه في ربع ساعه. وكده الطاجن جاهز اللي هو يدخل الفرن، فرن سخن على الشبكه عشان ما يتلسعش مننا، لمدة نص ساعة، ونطلع احلى طاجن واوريكم لما نقلبه في الطبق هيبقى عامل ازاي وشكله عامل ازاي، والمكرونة مستوية وهتبقى في منتهى الجمال. اهو يا بنات بعد ما طلع من الفرن لازم تقلبيه بالمنظر ده وسخن جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اول طاجن معانا اهو. نشوف التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تشيلي الطاجن بالراحه جدا عشان بيبقى سخن وعشان ينزل معاكي مظبوط. اهو اهو بصي الجمال، مفيش اسهل من كده، وطريقته اعملوها بنفس الطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو يا بنات بعد ما شلنا الطواجن طبعا اتلسعت كتير اهو بصوا المنظر رهيب والطعم حكايه والله. الطعم بصي عن تجربه، جربت باللحمه وبالفراخ وبالكبد والقوانص بيبقى خطير. جربيه بنفس الطريقه ان شاء الله ويعجبك. وما تنسوش اللايك والشير للقناه. كنت معاكم منى امين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.